اهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة الكلينيك. الحلقة دي كانت المفروض تكون اول حلقة من السلسلة دي، ولكن اعتبروها، او لو سألت اي حد ملهوش في السوشيال ميديا يعني ايه كلينجر هيقولك فتاة نظيفة معروفة، او لو هو فلحوش شويتين هيقول مصطلح بيدل على النظافة الشخصية وكل الكلام ده. لكن ولأننا في عصر بيزايد على أي حاجة وكل حاجة حرفيا، فما بقاش مصطلح الكلينجر مقصود بيه نظافة البنت الشخصية من الناحية الحرفية بس، لا ده بقى المقصود بيه اللايف ستايل عموما للبنت. طيب خلينا نشرح سريعا كده ترند الكلينجر اصلا، او مع المعنى الاساسي لمصطلح الكلينجر هو ايه. اول حاجه المظهر لازم يكون نظيف وبسيط، يعني لابسه شيك وحلو وانيق، بس بنفس الوقت بيعتمد على البساطه. حلو. و... والميك اب، لو بتحطي ميك اب فلازم الميك اب بتاعك يكون خفيف، بيعتمد على التنت والليب بالم والهايلايتر اكنك صاحيه كده. وبرده الترند ده بيعتمد على ان اللبس لازم يكون مينيمال قوي، الوانه محايده، ابيض بيج بني روز، يعني ازرق ما ينفعش، لا خارج تصنيف الكلينجر. والترند ده برضو ما بيعتمدش على الفلاتر، يعني عشان تفوزي بلقب الكلينجر لازم تكون بشرتك صافيه وجلوي قوي، والاكسسوارز بتاعتك لازم تكون هاديه وناعمه، ولازم تكون باللون الجولد. سيلفر لا ما ينفعش. والاهم من كل ده بقى الهدوء. البنت من دول بقى تحسوها مش عايشه معانا على نفس الكوكب. واعتقد اي حد شايف او سمع عن الترند ده او عن مصطلح الكلينجر وصل له شعور او سأل نفسه واحد من الاسئله دي، ان هو في كده فعلا، يعني هل ده واقع فعلا في ناس عايشاه، او هل ثقافه الكلينجر دي مناسبه اصلا لمجتمعنا ومناخنا. النهارده بقى هنتكلم عن ترند او مصطلح الكلينجر بس من زاويتنا احنا، مش من زاويه الانفلونسر والبلوجر اللي بتصحى في اوضه كلها ابيض في ابيض بحمام خاص مجهز بكل برودكت السكين كير وكل شموع، مش حمام مشترك لاسره كامله زينا، ده دريسنج روم بحجم شقه الاسره لبسها كله ابيض في ابيض، ولو حبيت تغير بتجيب بيج. والله حاسه النهارده ان اللي انا لابساه ده مش ماشي خالص مع انتقادي للترند ده، بس والله صدفه. خلوني اجاوب معاكم بقى على سؤال، انه هل ينفع اصلا نطبق ترند الكلينجر ده في ثقافتنا هنا؟ ينفع. بس عشان اكون صريحه معاكم، ثقافتنا مش دايما هتساعدنا على كده لعده اسباب، اولهم المناخ والبيئه بتاعتنا لبلادنا العربيه. افتكروا دايما اننا عندنا حر وشمس ورطوبه، فمهما كان البراند اللي هتستخدمي الميك اب بتاعه فهو هيسيح بمجرد خروجك من باب اوضتك. وشعرك لو انت مش محجبه هيهيش بسبب الرطوبه والشمس. ومهما اخدتي شاور واستعملتي في ديودرنت فانت برضو هتعرقي، ومش بقول ريحتك هتبقى وحشه، بس هتعرقي وهدومك هتكرمش وطرحتك هتتبهدل، لانه اعتقد انت مش نازله بعربيه وسواق خاص وتاخدي فطارك وترجعي على بيتك، انت واحده نازله الصبح تشتغلي تدرسي، فاكيد هتاخدي مواصلات عامه زي المترو مثلا، فطبيعي تنزلي من بيتك شكلك حلو ومرتب وجميل، بس هترجعي على معضل. تاني حاجة حياتك اليومية، زي ما قلت انت اكيد عندك التزامات، يعني اكيد بتشتغلي بتدرسي او عندك بيت، ففين الوقت اللي عندك بقى انك تقعدي في الشاور بتاعك تتفرجي على فيلم وتعملي ال 500 خطوة سكين كير طول اليوم وكل يوم؟ هتعملي ده، انا ما بقولش خليكي مجلخه وريحه عرقك ظاهره دايما، بس مش دي الحياه ومش ده الطبيعي. هو اصلا مين اللي هيسيبك من اهلك في الحمام لمده ساعه ونص؟ ده الواحده مننا بتفضل تسال ساعه قبل ما تفكر تدخل الشاور بتاعها، حد هيدخل حد هيدخل، وكله يقول لا، بس بمجرد ما بتقفلي الباب عليكي بيجي واحد من اهلك يتزنق فجاه، فجاه كده خلاص مش قادر وعايز يدخل الحمام دلوقتي. فمعلش يعني يا جماعه، وحدوا الله وعقلوا شويه. ثالث حاجه تقريبا الثقافه المجتمعيه. مبدئيا هو طز في اي حد، بس احنا في مجتمعنا ما بنسلمش، اي حد يلاقي بنت مهتمه بنفسها شويه بنلاقي بقى شويه حرابيق كده يقطموا فيها ولا كانها عملت جريمه علشان استحمت قبل ما تنزل، وبيتقال عليها مهووسه وفاضيه ومش شايله هم حاجه ولا شايله مسؤوليه. برضو لو اهملت في نفسها هتلاقي نفس الحرابيق، سبحان الله، بيقولوا عليها مهمله ومعفنه وانت ازاي بنوته وازاي مش مهتمه بنفسك وكل الكلام ده. فمن الاخر انت هنا ماشيه على حبل مشدود، فاقطعي الحبل ده وسدي ودانك وكملي في طريقك، عيشي حياتك بظروفك انت. رابع حاجه تقريبا او خامس حاجه مش فاكره، الناحيه الماديه بقى.
ما ينفعش تبقي بتلبسي كده وخلاص، لا لا لا، ولا بتشتري منتجات عناية من الصيدلية، ما ينفعش. لازم تكون من براند، والبراند ده يكون معروف ومشهور ويكون بكام ألف، غير كده ما ينفعش. لا انت خارج تصنيف الكلينجر. بالنسبه للسؤال التاني، هل مصطلح الكلينجر ده واقع؟ يعني فعلا في ناس بتعيشه؟ طب هل فعلا انا ممكن اعيشه؟ اه، بس بطريقتنا، مش باللي بيفرضوه هم علينا. يعني عادي تكوني البنت اللي بتهتم بنفسها بغسول ومرطب بس، عادي جدا. وممكن تكوني البنت برضو اللي يتقال عليها كلين جيرل بس ما بتحطش ميك اب، عادي برضو. ممكن يكون مظهرك حلو وانيق ومرتب وكل حاجه، بس من غير ولا تكاليف ولا براندات. اهم حاجه تختاري اللي يناسبك ويليق عليكي. والكلين جيرل مش لازم تبقى بشعرها. كلين جيرل ممكن تبقى البنت المحجبة البسيطة العادية اللي بتنزل مشاورها اليومية بالعباية عادي جدا. يا جماعة يا ريت نفهم ان الكلين جيرل مجرد فكرة وترند، مش شكل معين لازم نعيشه. اخر حاجة بقى، انت مش لازم تكوني نسخة من حد عشان الناس تتكلم عليكي وتقول واو قد ايه انت مواكبة لعصرك. ما تبقيش مستنسخة، خليكي في منطقتك بشخصيتك بفكرك وشكلك وطبيعتك. خليكي النسخة اللي شبهك وشبه ظروفك. التطوير والتغيير حلو ومفيش نقاش، بس المثالية الغير واقعية هي اللي اوفر ومش منطقية. قولولي بقى، بتحسوا بايه لما بتظهر الترندات اللي من النوع ده؟ وهل انتوا اصلا من الاشخاص اللي بيصيبها شعور بالعجز والنقص لمجرد ظهور الترندات اللي زي كده، ولا مش بتتأثروا؟ وكمان قولولي الحلقة اللي جاية حابين انها تكون من انهي سلسلة من اللي بدأناهم مع بعض. وبس كده خلصنا ووصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استمتعتم واستفدتم، وبس كده اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.